قصة الفيلم في بلدة صغيرة في اليابان اسمها ساكورادا. يمكن يتهيأ لك إن كل حاجة قدامك شكلها عادي، لكن في الواقع الموضوع غير كده، لأن ناس كتير هناك عندهم قدرات خارقة للطبيعة. في ناس يقدروا يتكلموا مع الحيوانات، وناس تقدر تعمل تليبورت ويتنقلوا بسرعة، وفي اللي يقدر يشوف المستقبل. القدرات دي عند الناس ما بتشتغلش غير جوه المدينة، ولو حد طلع منها بينسى نفسه. بنشوف كي وهو في المدرسة، بنعرف ان قدرته نادرة جدا، وهو انه يقدر يفتكر تفاصيل كل حاجة شافها في حياته. وبنشوف هيروكي وعندها القدرة انها ترجع بالزمن 3 ايام. كي وهيروكي عاملين تيم سوا عشان يساعدوا الناس. وفي يوم الصبح كي رايح المدرسة، وبنت يعرفها كانت راكبة عجلة. البنت بتعدي الشارع وعربية داستها والبنت بتموت. كي بيسأل هيروكي لو تقدر تستخدم قدراتها، وهيروكي بتوافق، وفورا بترجع 3 ايام قبل الحادثة. وبعد ما هيروكي بتستخدم قدراتها، محدش بيفتكر اللي حصل غيرها هي وكي. وبالرغم انهم يقدروا يرجعوا بالزمن، لكن ما يقدروش يغيروا القدر بالكامل. كي بيفكر في طريقة عشان يتصرفوا، وبيروح يقابل واحد صاحبه عنده القدرة انه يتخاطر مع اي حد من مسافة بعيدة ويقدر يسمعه. وبعد يومين بيجي اليوم اللي حصل فيه الحادثة، وقبل ثواني من الحادثة بتاعت البنت، الولد بيتخاطر معاها وبتقدر تسمعه، فبتقف بعجلتها. والبنت ما عملتش حادثة، وكده بمنتهى السهولة ومن غير ما حد يتدخل قدروا ينقذوها. وبالرغم ان البنت بتعرفش ان هم ساعدوها، لكن كي وهيروكي بيتقابلوا ومبسوطين ان هم قدروا يساعدوا البنت. بنعرف ان في منظمة في مدينة ساكورادا اسمها الإدارة، بتحتفظ ببيانات لكل واحد في المدينة والقدرات بتاعته، وبتستخدمهم وقت الضرورة. بنشوف بنت اسمها إيري عندها القدرة انها تسرق قدرات الناس التانية، لكن ما بتقدرش تستخدمها، هي بس بتسرقها. إيري زميلة كي في المدرسة، وكي ساعدها قبل كده في مشكلة مع باباها، ومن وقتها إيري شايفة ان كي بطل بالنسبة لها، لكن هي متضايقة جدا منه لانه بقاله فترة مش بيكلمها. وفي يوم إيري قابلت موظفة من منظمة الإدارة. الموظفة طلبت منها تساعدها عشان تسرق قدرة راجل عجوز. إيري كانت مترددة، لكن الموظفة بتتلاعب بيها وبتسألها إذا كانت عايزة تبقى أحسن من كي، فبتنفذ طلبها. بعدها كي بيروح لمكان اسمه نادي الخدمات، بيقابل الوكيل وبيتكلموا عن نفس الراجل العجوز، والوكيل عايز كي يساعده. كي بيروح يقابل الراجل وبيعرف انه عنده القدرة انه يدخل جوه اي صورة ويبقى في المكان اللي فيه الصورة دوت لمدة 10 دقايق. ولان ايري سرقت القدرة بتاعته، فهو هيضطر يقطع الصورة في نفس المكان اللي اتصورت فيه، وبكده قدرته هترجع له تاني. الوكيل بتاع النادي بيكلم كي وبيقول له ان في حد مهم في مبنى الإدارة عايز يقابله هو وهيروكي. كي كان مقلق لانه ما كلمش قبل كده حد مهم هناك. تاني يوم بيوصل هو وهيروكي لمبنى الإدارة، وبيفتح لهم الباب واحد من الأمن، وبيرفض يجاوب على أي سؤال. بيوديهم لأوضة وبيخليهم يقابلوا الشخص المهم دوت بالدور. كي بيدخل وبيكتشف ان الشخص المهم هي ست كبيرة عندها 70 سنة، بتقوله ان ملهاش اسم ويناديها باسم السحرة. بتعرفوا ان عندها قدرة قوية تخليها تشوف المستقبل، وهو ده السبب انها محبوسة في المبنى من 50 سنة. الإدارة ما كانتش عايزة حد بقدراتها يعيش وسط الناس، وفي نفس الوقت مش عايزين يخسروا واحدة زيها. بنشوف فلاش باك لكي وهو صغير، كان راجع للبيت من المدرسة، وبنت ما يعرفهاش بتديله تليفون يكلم حد، وبيعرف ان ده صوت السحرة. بتقول له يجي للمدينة اللي هو فيها، وكانت عارفة ان مصيره هو مساعدة الناس هناك. كيو بشكل ما اجبر ان هو يسمع كلامها وما رجعش لاهله من يومها. وهما بيتكلموا، الراجل بتاع الامن دخل لهم وبيقول لكي يمشي عشان السحرة تكلم هيروكي. السحرة بتسأل هيروكي بتحب كي قد ايه. هيروكي بتعرفها انها بتحبه جدا، ومهما حصل هتفضل تحبه. كي وهو بره بيشوف إيري، بيعرف انها عايزه تسرق قدرة هيروكي. كي بيحاول يعرف منها السبب، لكن بيشوف هيروكي جايه، وقبل ما يحاول يحذرها بتيجي بنت اسمها ميروسي عندها قدرة ان بايديها تقتل اي حد، وبتهدد كي لو اتكلم هتموته. إيري بتستغل الفرصة وبتسرق قدرة هيروكي وبيغمى عليها. ميروسي بتقول لكي يعمل خريطة بالتفصيل لمكان السحرة العجوزة، ووقتها هترجع القدرة بتاعت هيروكي. كي بيودي هيروكي لنادي الخدمات، وبيقابلوا حد يعرفوه عنده القدرة انه ينقل قدرات اي حد من شخص لشخص تاني. وبما ان كي عنده القدرة انه يفتكر اي حاجة، فالراجل بيعمل تجربة وبينقل قدرات كي لهيروكي عشان تحاول تفتكر ازاي تستخدم قدراتها. بيبدأ التجربة وهيروكي بتحاول تعيد الزمن، لكن ما بتقدرش برضه. كي وهيروكي بيروحوا، وبتلاحظ ان كي بيعملها بطريقة مختلفة لانها ما بقتش تقدر تستخدم قدراتها، وبتتضايق من كده لانها بتحبه. كي بيروح يقابل الوكيل تاني وبيسأله عن مراسي، وبيتفاجئ انه كان يعرف اخوها اللي مات في حادثة غريبة. بنشوف فلاش باك موجود فيه الوكيل ومراسي واخوها، وهما بيقتحموا مبنى الإدارة وبيهددوا يفجروا المكان اذا ما ساعدوش في انقاذ اخو مراسي، لكن الإدارة ما خضعتش ليهم وبيرفضوا يساعدوه. ومن وقتها مراسي بقى كل هدفها الانتقام وتسرق قدرة السحرة عشان تستولى على كل الإدارة.
بنعرف ان الراجل العجوز اللي معاه الصورة وهو بيقطع الصورة بيظهر فيها الست الساحرة، وانها كانت خطيبته من 50 سنة قبل ما الإدارة تخطفها، وانه لسه بيحبها. الراجل بعد ما دخل جوه الصورة بيقول لها انها وحشته، لكن نسختها القديمة ما كانتش عارفة تساعده ازاي. بتبص لمستقبله وبتعرف ان هو هيحتاج مساعدة كي في البيت بيحاول يرسم خريطة لمكان الساحرة العجوزة، وبينتبه اذا مراسي حاولت تسرق قدرة الساحرة، فاكيد هي هتبقى عارفة كده لانها بتشوف المستقبل. وبينتبه برضه ان اكيد الساحرة كانت عارفة اللي هيحصل لهيروكي وان قدراتها هتتسرق، وده معناه ان ممكن الساحرة بتستغل الموضوع دوت وبتتلاعب بمراسي وايري عشان تقدر تهرب من المبنى. كي بيحاول يركز بشكل اقوى وبيشوف ان الكتب الموجوده عند الساحره هي نفسها الموجوده عند الراجل العجوز. بيروح يتكلم معاه عشان يفهم منه اكتر. الراجل بيقول له انه لما دخل الصوره اللي فيها الساحره وسمع اسم كي فعلشان كده طلب يجي يشوفه، وان هو ما كانش عنده مشكله في قدرته اصلا، لان ايري لما حاولت تسرقها ما كانش لابس النضاره، وكان عارف ان كي هيساعده في انقاذ الساحره العجوزه. بيديله صوره قديمه للساحره وبيطلب منه يقابلها عند البحر. كي وهيروكي بيروحوا لنفس المكان وبيقطع الصوره عشان يدخل. الساحرة وهي صغيرة بتشوف مستقبل كي وبتكتشف كل اللي بيحصل. بتعترف له ان هي اللي هتتلاعب بايري ومراسي ضد الاداره عشان يساعدوها في الهروب لما تكبر، وبتقول له انهم هيتقابلوا تاني في المستقبل ولازم يساعدوها على الهروب. كي بيروح يقابل مراسي بيديها الخريطه عشان توصل للساحره، والمفروض يرجعوا لهيروكي قدرتها، لكن هما بيرفضوا وبيأجلوا ترجيعها لحد بكره عشان هيروكي ما يبقاش عندها القدره ترجع بالزمن 3 ايام وتمنع خطه مراسي. كي بيقرر يساعد الساحره، بيروح للراجل العجوز ومعاه 2 صحابه عشان يعملوا خطه مظبوطه من غير ما يتسببوا في اذى لمراسي او ايري. تاني يوم مراسي وايري بيدخلوا مبنى الاداره وبتجبر الراجل بتاع الامن يدخلوهم جوه، وبيستخدموا الخريطه عشان يوصلوا للساحره. في نفس الوقت الراجل العجوز كان وراهم ومعاه الكاميرا بيصور بيها عشان يستخدمها بعد كده. مراسي خلاص هتوصل للساحره، لكن كي بيمنعها وبيعرفها ان الوكيل لقى طريقه احسن عشان يهزموا بيها الاداره. مراسي عايزه تستخدم قدرتها وبتهدد كي انها تقتله، لكن كي ما كانش خايف وبيقول لايري ترجع قدره هيروكي، لكن ايري بتضحك وبترفض تسمع كلامه. كي بيطلب من مراسي ترجع قدرتها وبيقرب منها، لكن مراسي من غير ما تقصد بتتسبب في قتل كي. مراسي بتتصدم لانها مش بتأذي حد او تقتل وبتعيط جامد، والطريقه الوحيده عشان تحل المشكله هي انها ترجع لهيروكي قدرتها ويرجعوا بالزمن. ايري ما كانتش موافقه، لكن مراسي بتجبرها تنفذ كلامها وبترجع لهيروكي قدرتها. وقبل ما ترجع بالزمن الراجل العجوز بيدي لمراسي الصور وهما في المكان وكل اللي هيحصل، وبكده لما يرجعوا بالزمن مراسي مش هتنسى. بنرجع للزمن 3 ايام وهيروكي مش فاكره اللي حصل اليومين اللي فاتوا، فكي عشان ما بينساش بيشرح لها كل اللي حصل من ساعه ما قابلوا الصحراء وان قدرتها اتسرقت بعد كده. هيروكي بتساله لو قدرتها اتسرقت منها هيفضل يحبها ولا لا، والمره دي كي بيقول لها انه هيعمل المستحيل عشان يرجعها لها. كي بيبدأ يفتكر كل اللي حصل بالتفصيل بعد ما رجعوا بالزمن وهم رايحين مبنى الإدارة عشان المفروض يقابلوا الساحرة لأول مرة، وده لأنهم رجعوا بالزمن. كي بيشوف مراسي واقفة بره معاها الصور وكانت ندمانة على اللي حصل وبتقول لهم إنها مش هتعمل كده تاني. كي بيدخل للساحرة ومن غير ما حد ينتبه بيحط في جيبها كل الصور والبوابات فيها مفتوحة، وتاني يوم الساحرة بتستخدم قدرة التليبورت وبتعدي من البوابات وبتقدر تهرب. كي كان واقف في الشارع وبتعدي جنبه عربيه فيها الساحره والراجل العجوز، واخيرا رجعوا لبعض بيخططوا ان هم يهربوا من المدينه ويستغنوا عن قدراتهم، وبتشكر كي على مساعدته ليها. وصحيح هي بتشوف المستقبل، لكن القدر اكبر من اي سحر.